في مشكلة بتقابل بعض الصناعية وأنا واحد منهم، بتقابل ناس كتير المشكلة دي. إيه هي المشكلة بقى؟ الزبون يبقى عايز يعمل الشغلانة، وهو بيعمل الشغلانة يقول لك أنا عايز مثلا أنتريه. طيب تمام، الأنتريه ده هيصرف كام؟ هيصرف كذا. يروح يجيب خشب ب10، يجيب قماش. أقل أنتريه دلوقتي بياخد قماش بياخده بكام؟ بياخده ب5000. يعني انت هلا انت ليه دلوقتي ياخد معاك 5000 جنيه قماش. تمام، هتجيب طلبات بكام؟ هتجيب طلبات ب 8000 او ب 10000. انت كده دخلت في 25000. هتدهن ب 2000 ونص شويه الرجلين او 3. لو طقم كامل مثلا او صالون بتاع بيدهن بالسبعة وبالثمانية وبالعشرة على حسب، كل شغلانه على حسب. فالمهم يعني انت لو جيت لي ودخلت لقيت حاجه في الشغلانه، انت هتقول لي يا اسطى ما ده مش عاجبني وده مش عاجبني. انا برضو بعرض لك شغل وانا بحكي لك المشكله. تمام، فعايز اقول لك ان انت بتروح تدفع هنا 10 وهنا 5 وهنا 8 وهنا 7، وبص تلاقيك داخل في بتاع 25 30 الف جنيه. تيجي بقى عند اجره الصناعه، وهنا المشكله بقى، هنا بقى الحوار اللي بيقابل صناعيه كتير. تيجي بقى عند الاجره بتاع الصناعيه وتقول له لا يا اسطى اصل انت غالي. يعني انت بقى دافع بتاع 30000 جنيه خشب وقماش ودهان وتنجيد، واللي هيشتغل لك بقى وهيظبط لك يعني الواجهه بتاع الشغلانه بقى اللي هيطلع لك هو بقى الفينش، وتقول له اصل انت غالي. طب ايه؟ يعني انت دافع 30000 جنيه او 35000 جنيه او 20000 ايا كان، تجي بقى على 3000 ولا ال 4000 اللي الصناعيه ياخدهم وتقول له اصل انت غالي. لا اصل انا سائل بره. طب انت سائل بره جاي لي ليه؟ ما كل واحد ماشي برنج وكل واحد ماشي بسعر. فالحوار هنا بقى ان الواحد يعني في زبون كده، ده زبون اسمه الزبون القارح، اللي هو بقى بيستنصع عليك. هم هناك يزفوه بال30000 وال10000 قماش وخشب ومش عارف ايه، ويجي بقى هو بقى يستنصع عليك. طب انت يعني انت مثلا بتشغل دماغك، ولا انت كده مثلا الفلوس خلصت منك وجاي بقى بتدمرني انا؟ فيا جدعان نكون مش كده يا جدعان. ودي مشكله بتقابل صناعيه كتير، وانا واحد منهم والله. انا بعاني من الحوار ده. الزبون يبقى دافع لهوة فلوس، يجي عند الاجره بتاعتك ينقط بقى فيك، ينقط. طب ماشي يا عم مش مشكله، هندي جزء وناخد جزء بعد ما الشغلانه بتخلص. اي حد ماشي كده. الحوار بقى مش هنا، الحوار في ان هو بيقول لك انت غالي، او انت مش عارف، او استكتر عليك 3000 ولا 4000 ولا دافع 30000 او 35000، ويجي عند الاجره بتاعتك ويقول لك اصل انت غالي. والله العظيم ده انت اللي غالي يا غالي.